انت فاكر انك بتلعب؟ الحقيقه ان في حد بيدرسك وانت ماسك الدرع. تعال وافهم القصه معايا. كل مره بتدخل لعبه سواء فورتنايت او جي تي ايه، في حاجه اسمها الان بي سي اس. الخصوم مش بيحاولوا يكسبوك، دول بيتعلموا منك. بتخاف من ايه؟ بتدخل وقت قد ايه عشان ترد؟ بتتعصب من ايه؟ فين تركيزك وفين بتضعف؟ واخطر حاجة، كل ده بيتخزن في سيرفراتهم وكمان يتحول لملف سلوكي. الذكاء الاصطناعي بيقول للمطورين اللاعب ده بيشحن جيمز لما يتوتر، زود عليه الضغط في المرحلة الجاية. فبالتالي انت ما بتبقاش قادر تتحكم في اعصابك وانت بتلعب. طيب، حاجة زي كده احمي نفسي بيها ازاي؟ ازاي ما اتحطش تحت ضغط؟ اللعبة بتتحط فيها تحت ضغط. طب ازاي احمي نفسي من حاجة زي كده؟ تحمي نفسك ان انت ما تجيش على نفسك، بمعنى اصح ما تتوترش داخل اللعبة. بمعنى صح، في الاخر دي لعبة، ما تحاولش ان انت تثبت عكس كده. الجيمرز والناس اللي في المجال عارفين انا بتكلم في ايه. اوعى تتعصب. بس الاهم من كل ده، انت فاكر ان دي المشكلة الوحيدة؟ ده كمان ممكن اللعبة تسرق صوتك وكمان اللوكيشن بتاعك ونظرة عينك. ده بقى اللي هنفجره في الفيديو الجاي.